بتدور احداث الفيلم في عالم بائس كان لسه بيعاني من اثار حرب نوويه، وبسبب ارتفاع مستوى الاشعاع الجو بقى سام والارض غير صالحه للزراعه، مصادر المياه خلصت وفي نقص كبير في الحاجات الاساسيه زي الاكل والبنزين، وبسبب كل ده الناس الباقيين اتجننوا وكانوا بيحاربوا بعض طول الوقت علشان يقدروا يعيشوا. وعلى الرغم ان العالم بقى مهجور كان في اسطوره بتقول ان في مدينه اسمها المكان الاخضر فيها ميه كتير ومساحات خضراء واكل يكفي اي حد يقدر يعيش. بعد كده بنشوف مدينه اسمها القلعه، وهي عباره عن نظام من الكهوف اللي موجود على منحدر. في القلعه في مجتمع كبير من الناجين اللي اتشوهوا وبقوا شبه الميتين بسبب الاشعاع وقله الاكل والميه. القلعه كان زعيمها راجل عجوز شبه الوحش اسمه ايمورتان جو، اللي بيلبس قناع على وشه ومزود بانابيب هواء علشان يقدر يتنفس. هو كمان الوحيد في المدينه كلها اللي عنده زوجات. في الحقيقه هو عنده 5. الاشعاع كان قضى على كل الستات تقريبا، علشان كده ان الواحد يكون عنده 5 زوجات دي رفاهيه مش هيقدر عليها الا الاغنياء بس في العالم ده. جو كان بيتاجر بالميه والاكل واللبن مقابل الوقود والاسلحه مع العصابات التانيه. هو سيطر على مصدر الميه الوحيد في ويستلاند وكانها حاجه اخترعها. مش بس الميه، هو كمان كان بيتاجر بلبن الام. جو استاجر فريق من الستات علشان يقدر ياخد لبنهم ويتاجر بيه مع العصابات التانيه. معارفه القريبين كانوا عصابات مدينه البترول اللي بيتاجر معاهم علشان ياخد الوقود، وعصابه مزرعه الرصاص اللي عندهم كميه كبيره من الاسلحه. في الوقت ده جو كان بيخاطب الجمهور من على المنحدر وبيقول لهم ان هو مخلصهم. هو كمان قائد مجموعه من المرضى السرطان اللي كانوا مستعدين يموتوا علشانه. جو كان بيقول ان القلعه هتنهض من الرماد وهتبقى عشيره مزدهره. لما قال الكلام ده فتح شويه ميه لكن لثواني قليله، وبعد ما قطع امداد الميه الناس اتجننت وقعدت تحارب علشان تاخدها. جو حذر الناس من انهم يدمنوا الميه علشان ما يزعلوش لما تختفي. بعدين جو بعت ملازمه الامبراطور فيريوسا اللي عندها دراع صناعي علشان تجيب الوقود والرصاص. بعد شويه فيريوسا خرجت على منصه حربيه ومعاها مجموعه من رجاله الحرب في عربيات اصغر. بعد شويه على الطريق فيريوسا غيرت اتجاهها واتجهت للشرق. الجنود اتلخبطوا بسبب التغيير المفاجئ، لكن بما انهم مخلصين ليها ما سالوهاش كتير. جو اكتشف ان فيروسا غيرت اتجاهها فراح فورا على غرفته اللي حابس فيها زوجاته. لما وصل لهناك انصدم لما اكتشف ان كلهم اختفوا، وفي رساله على الحيطه بتقول ان اطفاله مش هيبقوا امراء حرب، وده معناه انهم هربوا منه. وهنا بنعرف ان فيروسا خانت سيدها وهربت من المكان مع الستات. بعد كده بنشوف البطل ماكس محارب الطريق اللي بيدور على قضيه عادله. في الوقت الحالي ماكس كان بيعاني من رؤيه الناس اللي ماتوا وما قدرش يحميهم في الحرب. وقت ما كان بيتامل في المكان المهجور بيظهر فجاه رجاله الحرب، وده خلى ماكس يضطر يهرب. ومع ذلك ماكس ما قدرش يروح بعيد لان رجاله الحرب دمروا عربيته وربطوه. بعدين جروه للقلعه، وجوه الكهف رجاله الحرب قصوا شعره ودقنه، كمان عملوا وشم على ظهره، ومن ضمن الاوشام دي كان مكتوب انه متبرع للدم لانهم ناويين يستخدموه كبنك للدم. لما حاولوا يعملوا وشم على شكل جمجمه قدر يحرر نفسه ويهرب. حارب كتير منهم على طول الطريق، لكن بعدين بدات تجيله الاحلام تاني، وده شتت انتباهه لثواني وخلى رجاله الحرب يقبضوا عليه من تاني. بعد كده جو بيؤمر رجاله الحرب يطاردوا فيريوسا. وقت ما كان الكل بيستعد للحرب واحد من رجاله الحرب على وشك الموت كان اسمه نوكس بياخد ماكس معاه لانه كان محتاج نقل دم. نوكس ربط ماكس بعربيته علشان ينقل منه الدم ويكون عنده طاقه مستمره للمعركه. بعد كده المجموعه كلها اتحركت، ده حتى كان في عازف جيتار بيعزف موسيقى علشان ما حدش يحس بالملل. في الوقت ده عربيه فيريوسا الحربيه تعرضت لهجوم من قبيله تانية اسمها الصقور. قدرت انها تهزمهم، لكن بسرعه لاحظت العدد الكبير من الجنود اللي جو بعتهم. فيريوسا خافت فسقت عربيتها جوه عاصفه رمليه ضخمه على امل انها تهرب منهم. الخطه نجحت وكل اتباع جو وقفوا الا نوكس، كان مصمم يرضي سيده فصب بنزين في عربيته وحاول يصدم عربيه فيريوسا الحربيه. خطته كانت انه يضحي بحياته وفي نفس الوقت يقتل فيريوسا، لكن بسبب العاصفه الرمليه نوكس فقد السيطره على العربيه. فيريوسا دخلت فيه، وبعد شويه ماكس قام من الرمل لقى نفسه مربوط بالسلاسل. نوكس كان لسه فاقد الوعي. بعد ما مشي شويه لقى عربيه فيريوسا والبنات ال5 كانوا بينظفوا نفسهم، وبنعرف ان واحده منهم كانت حامل في الشهر التاسع بطفل جو. ماكس طلب من البنات يقطعوا السلسله اللي بتربطه بنوكس لكنهم فشلوا في ده. في الوقت ده فيريوسا لاحظت ان رجاله جو بيقربوا من بعيد فجهزت نفسها تمشي مع البنات، لكن ماكس طلب يقطعوا السلسله الاول فدخلوا هما الاثنين في قتال. في النهايه ماكس اتغلب على فيريوسا وقدر يقطع سلسلته. بعد كده ركب العربيه الحربيه وبعد وساب الكل وراه. وقت ما كانت البنات فاكرين انهم محكوم عليهم بالفشل العربيه وقفت قريب منهم. اتضح ان فيريوسا كانت عامله حاجه في العربيه تخليها تقف، وهي الوحيده اللي تعرف تشغلها تاني، فسمح لهم ماكس ان هم يركبوا معاه. ماكس وعدهم كمان انه هيودهم لمكان اسمه المكان الاخضر اللي المفروض انه مكان امن للبنات. بعدين فيريوسا بتوصل لوادي بيحكموا قطاع طرق معاهم دراجات ناريه كان اسمهم روك رايدرز. كانت عامله معاهم صفقه انهم هيعدوا من المنطقه مقابل 3000 لتر من الوقود. وقت ما فيريوسا خرجت من العربيه علشان تتفاوض قطاع الطرق لاحظوا وصول حشد كبير من قوات جو. ده كان خرق للصفقه لان فيريوسا قالت ان اللي هيعدي عدد قليل من الناس مش المدينه كلها، فكانوا غضبانين جدا. لكن قبل ما يقدروا يعملوا اي حاجه فيريوسا ركبت العربيه وبعدت، ومع ذلك قطاع الطرق مش بيتخلوا عنها بالسهوله دي فبداوا انهم يطاردوها. فبتبدا مطارده شرسه لكن برضه بيقدروا يقتلوا قطاع الطرق واحد ورا التاني. في الوقت ده كان رجاله الحرب قربوا يوصلهم. لما جو بيحاول يضرب نار على العربيه اسبلنتد بتفتح الباب وبتعمل من نفسها درع علشان تحمي الباقيين. هي متاكده ان
جو مش هيأذي طفلهم، والمفاجأة انه بيتراجع لانه مصر على انجاب وريث. نوكس بيحاول يواسيه وبيقول له انهم هيرجعوا البنات، لكن ده بيزود غضب جو وبيسيبه وبيمشي. في الوقت ده سبلندد بتحاول تطلع تاني لكن بتتزحلق وبتقع. جو بيحاول ينقذها لكن في الاخر بيدوس عليها بالعربيه بالغلط، فوقف بالعربيه وبيلاقي جثه سبلندد فصرخ من الالم. بعد كده نوكس اللي خاب امله في جو قدر يدخل لعربيه فريوسا، وهناك بيغير موقفه وبيوعد بمساعده البنات على الهروب. في الاول كانوا شاكين في نواياه، لكن لما قال لهم انه قرب يموت صدقوه واخدوه معاهم. وقت ما كانوا بيسوقوا بالليل العربيه اتحشرت فجاه في الوحل، واللي زاد الطين بله ان عصابه مزرعه الرصاص بدات تقرب منهم. جو كان بعت العصابه ديت مقابل كميه كبيره من الميه. لما فقدوا الامل نوكس جات له فكره، فطلب من ماكس يربط حبل حوالين شجره علشان يقدروا يسحبوا العربيه، والمفاجاه ان الخطه نجحت وطلعوا من الوحل قبل ما العصابه توصل. تاني يوم الصبح ماكس صحي في العربيه وهو بيحلم بكابوس. فريوسا طلبت منه يرتاح شويه وبدات تحكي له عن المكان الاخضر اللي اتولدت واتخطفت منه وهي طفله. بما انها كانت عايزه ترجع المكان ده وكمان عايزه زوجات جو يلاقوا امل في حياتهم، قرروا يهربوا من القلعه. بعد فتره وصلوا المكان في الصحراء في برج، وهناك واحده اسمها فالكيري كانت بتصرخ وبتطلب مساعده. رغم ان ماكس كان فاكر ان ده فخ، فريوسا نزلت من العربيه وقالت اسم والدتها واسم عشيرتها، وبسرعه فالكيري نزلت من البرج وانضمت ليها مجموعه من الستات. كلهم كانوا فرحانين جدا بعد ما اجتمعوا من سنين طويله. بعد كده فريوسا سالت عن الطريق للمكان الاخضر، لكن انصدمت لما الستات قالوا لها ان المكان بقى مهجور وما بقتش الحياه فيه مناسبه. شرحوا لها ان المستنقع الطين اللي عدوا عليه كان زمان مكان اخضر، لكن دلوقتي بقى مميت وسام. وكشفوا كمان ان الامهات اللي فاضلين من قبيلتهم ماتوا من زمان. لما سمعت فريوسا كل ده وقعت على ركبها منهاره من الياس. بعد كده بالليل فريوسا قالت لماكس ان البذور هتساعدهم في العبور من المسطحات المالحه علشان يلاقوا مكان جديد يعيشوا فيه. المشكله الوحيده انهم لازم يسيبوا العربيه ويمشوا بالدراجات لمده حوالي 160 يوم علشان يوصلوا لهناك. وزي ما كان متوقع ماكس رفض الفكره وقال لفريوسا انه مش هيشاركهم. تاني يوم الصبح حلم ماكس حلم مرعب عن بنته المتوفيه. لما صحي لقى الكل مشي. ماكس فهم انه مش ممكن يكرر نفس الاخطاء تاني، الاخطاء اللي خلت بنته تموت، فقرر انه يسوق بسرعه علشان يلحقهم ووقفهم وطلب منهم يرجعوا للقلعه اللي مليانه ميه وزرع. كمان المكان دلوقتي من غير حراسه من ساعه ما جو رجاله الحرب بيطاردوهم. فريوسا فكرت كتير في الموضوع ده، لكن بعد ما ادركت ان ماكس عنده حق وافقت. بسرعه المجموعه طلعت على العربيه ومعاهم البذور على الدراجات. جو شاف العربيه وهي ماشيه ناحيه الوادي وفهم انهم راجعين على القلعه لانها من غير حراسه، فقلق وتوتر وطلب من رجالته فورا يطاردوا العربيه. بعد مطارده سريعه قدروا رجاله الحرب اخيرا يوصلوا لعربيه فريوسا، وبدات حرب جامده. اتقتل كتير من رجاله جو. فريوسا اتعورت لما هجم عليها واحد بالسكينه، ومع زياده عنف الحرب كل دقيقه فريوسا ومجموعتها قدروا يسيطروا، وبمساعده نوكس قدرت توصل لعربيه جو. الاتنين بداوا يتخانقوا في العربيه، لكن فريوسا قدرت تخلص عليه لما ثبتت قناع جو في العجلات وخلعت القناع وقتلته. رغم ان القائد مات لسه رجاله الحرب بيحاربوا بكل قوتهم. في اللحظه دي نوكس اللي كان سايق عربيه وقود كبيره فكر في خطه كان طول عمره ما فيش حد مقدره، فحب انه يموت لسبب يستاهل. باختصار كان نوكس عايز يساعد البنات الابرياء يهربوا من طغيان رجاله الحرب. بسرعه انحرف بالعربيه بتاعته بعنف وخبط في صخره، عمل انفجار كبير قضى على كل رجاله الحرب. للاسف نوكس كمان مات. وهم في طريقهم للقلعه فريوسا بقت ضعيفه جدا وانهار. لما البنات الباقيين بداوا يترعبوا ماكس اتدخل وعمل قطع صغير تحت رئه فريوسا علشان يساعدها تتنفس. ولما الخطه ما نفعتش نقل لها دم. لحسن الحظ العمليه نجحت وفريوسا فتحت عينيها ببطء. بسرعه وصلوا للقلعه وماكس كشف للناس جثه جو. الناس اتحمسوا، سكان القلعه قطعوا جثه جو وكانوا فرحانين بانتهاء الحكم الاستبدادي. بداوا يصرخوا ويسمعوا لفريوسا والبنات انهم يدخلوا له الكهف. رجاله حرب جو اضطروا يوافقوا ويخلوا الستات حكامهم. فريوسا لاحظت ماكس وهو بيمشي من المكان بصمت. دلوقتي بعد ما وعده اتحقق هيغامر لارض جديده ويساعد الناس. وبينتهي الفيلم بخروج كميه ميه كبيره من الكهف والناس دخلوا في حاله من الجنون. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.